ورحمة الله تعالى وبركاته. جمع الله هذه القلوب بحضرة سيدنا الحبيب المحبوب. جمع الله هذه الأرواح في ميدان يلتجئ فيه الكل إلى الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه، أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد، نبيه المتمم المجدد، وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. واعلم وبعد فاعلم أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد، عقد بيان دره نضيد أسلوبه بنظمه فريد، بذكر طه جاء خير عقد. واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا، لذاك أهل العلم سنوا المولدا، فكان من بعدهم أمرا رشدا، أرض الورى إلا غواة نجد. حقا أيها الأحباب، نحن في روضة من رياض الجنة، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يتجلى فيها على من حضرنا، بل تجلى فيها على العالم العلوي والسفلي، عندما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من الذرة إلى المجرة استشعر الكون بولادة سيد الوجود، فهو رحمة للعوالم كلها، صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وفي قوله جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيدي حفظه الله تعالى أوصانا أن نقصر الطريق في الموعظة لتكون محط القلوب، فأنا بداية بفضل الله عز وجل ومنته جئت لأتشرف مع هذه الوجوه بذكرى مولد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم آتي متحدثا ولم آتي متكلما، وإذا ما ذكرت الآن أي معلومة فهي من فيض قلوب الحضور من السادة أهل العلم والفضل والصلاح، فالله أسأل أن يصلح بي ويصلح بكم وأن يصلحنا جميعا. إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا. ما مهمته صلى الله عليه وسلم؟ الأولى يتلو عليهم آياته، الآيات التي نزلت إما مكية وإما مدنية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها عليهم مباشرة آمرا أو ناهيا. ثم بعدها تعال معي لتتعلم أيها الحبيب من مدرسة الحبيب ومن مدرسة آل الحبيب أنه صلى الله عليه وسلم ويزكيهم. فهذه المدرسة التي نحن فيها الآن مدرسة ترين وأهل ترين والحبيب عمر رضي الله عنه وأحباب سيدنا الحبيب عمر، هذه المدرسة إنما امتدادها إلى هذه المدرسة المحمدية ويزكيهم. انتبه معي، حبيب رسول الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فسبقت التزكية أي مدرسة أخرى، فالتزكية يا حبيب رسول الله أولا، وهذا الذي عمل عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الآيات فيها الأوامر والنواهي. جعلت هذه المدرسة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه
أن يتقلد وساما قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. هذه المدرسة هي مدرسة التزكية. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. هذه المدرسة أيها الأحباب جعلت من سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن يتقلد وساما عظيما من سيدنا رسول الله، حيث قال فيه الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. إنها مدرسة فيها التزكية. فمدارس القوم يا أحباب رسول الله على هذا المنوال وعلى هذا النهج. هذه المدرسة أيها الأحبة التي جعلت من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتقلد وساما بعد أن كان الحبيب المصطفى صاحب الذكرى دخل بستانا ودخل عليه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، فلما استأذن سيدنا عثمان وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أغمس قدميه الشريفتين في الماء: ألا إن روحي وجسدي وقلبي فداء لقدمي رسول الله. فرفع قدميه من الماء وأسدل عليهما الثوب، فقام سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر ولم ترفع قدميك من الماء، فعلام عندما دخل عثمان رضي الله عنه رفعت قدميك من الماء وأسدلت عليهما الثوب؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه المدرسة أيها الأحباب، هذه المدرسة التي جعلت من سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه إذا غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الوقت اصفر لونه تغير حاله. لما يراه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثوبان؟ يا رسول الله، ما بي من وجع ولا علة، ولكن تذكرت غدا ما بعد الموت تكون أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأين أكون أنا؟ فأنزل الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه المدرسة مدرسة التزكية جعلت من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما مر به الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى، وعندما عاد ورجع وتاب وأسلم، فقال: الحمد لله الذي هداك يا أبا سليمان، ورجوت أن الله تعالى قد أعطاك عقلا لا يسوقك إلا إلى خير. سيدنا خالد بن الوليد الصحابي الجليل الذي تربى في هذه المدرسة دخل حمص فاتحا، خرج إليه قائد هرقل ويسمى جرجة، قال: يا أبا سليمان يا خالد، أأنت سيف أنزله الله عز وجل من السماء؟ قال: لا، إنما هو لقب لقبني إياه رسول الله. صاحب الذكر هو اللي بيعطي الأوسم، هو القاسم، الله المعطي، وهو القاسم عليه الصلاة والسلام. متى لقبه إياه؟ عندما كان في مؤتة بعد أن رفعت الراية 3 مرات، رفعها سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا عبد الله بن رواحة ثم سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم يرفعها الحبيب خالد بن الوليد رضي الله عنه. وإذا الحبيب المصطفى من على منبره الذي إذا شاكتك شوك أيها المسلم شعر بها رسول الله، عندما رفع الراية سيدنا خالد قال: يرفع الراية الآن سيف أسله الله على المشركين.
لماذا هذا التعدد يا شيخ أسعد بالقصص والروايات والحالات؟ نتعلم جميعا أيها السادة الأكارم أن مدرسة التزكية هي الجامعة، هي المانعة، وإن من دخلها في مدارس الصوفية لابد أن يتأثر بها ذوقا وسلوكا وعطاء وفناء. أختصر فأقول إن هذه المدرسة مفتوحة أبوابها على مصارعها دائما على الدوام. هناك من يجدد هذا الأمر على رأس كل 100 عام. هذه المدرسة أيها السادة قائدها الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مشروطة لمن أراد أن يدخلها ب3 أمور. الأمر الأول الصورة، الأمر الثاني السيرة، الأمر الثالث السريرة. إذا أردت أن تعبر الآن عن حقيقة فرحك برسول الله فلتكن صورتك على صورة سيدنا رسول الله، من منبت الشعر إلى أسفل القدمين، لكي يكون لسان حالك قائلا: أي هذه الدنيا أصيغي واشهدي إنا بغير محمد لا نقتدي. هذا الاقتداء الصحيح، هذا الحب وهذا الفرح الحقيقي. فإذا ما تحققت الصورة لابد لك من سيرة تحملها من سيرة ابن هشام، وتقرأ عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى ما قد كان ويكون، لتتحقق فيك السيرة المحمدية. سبحان الله، حتى لسان أهل الكريم عمالين يغلب حالهم عليه بدها تطلع القاف كاف، مستحيل يا شيخ طه، حتى بدها تطلع مع حمصياتي، لكن لابد أن تخرج القاف كاف، وكاف حمص رضي الله عنهم أجمعين. فنحن في حضرتهم وفي حضرة أحبابهم وإخوانهم، فنسأل الله تعالى أن يمد قلوبنا بقلوبهم ومن قلوبهم إلى قلب الحبيب المصطفى. فإذا تحققت السيرة أيها الأحباب، رأيت ذات المرة الحبيب عمر حفظه الله، قولوا آمين، ما شاء الله القلوب متصلة ما بين حرة، ما بين الروضة المباركة والروضة العامرة هناك، وهذا الفر من ذاك الأصل. لذلك بما رأيت منه عجبا، صلينا الضحى، صلينا بعد الظهر العصر المغرب العشاء، كنا في رمضان يا سيدي، فكان منه أن صلينا التراويح في 7 مساجد. الجامع شهد ياسر الشيخ طه صفوان 120 ركعة من مسجد إلى مسجد. سألتكم بالله شو هالصورة هاي وشو هالسيرة؟ أسألكم بالله، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وبأجنحة من غير ريش طاروا إلى ملكوت رب العالمين. لا يستشعرون بالوقت، ليس لهم هم، دائما ربانيين في الحضر الأحدية مباشرة. فإذا تحققت السيرة أيها الأحباب لا بد من سريرة. وكان صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى إذا نامت عيناه فإن قلبه لا ينام. سريرته مرتبطة دائما بالواحد الديان، كما تفضل شيخ حفظه الله تعالى وقال: ما زاغ البصر وما طغى. لذلك لا بد لمن أراد أن يعبر وأن يدخل هذه المدرسة، مدرسة التزكية، وأن يخلص العمل مع ربه ومع حبيبه ومع شيخه، أن يكون صورة وسيرة وسريرة على قلب الحبيب المصطفى، ليكون عنوان حاله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي هذا القدر كفاية. أستمع سادتي أهل الفضل، أهل الصلاة، الأئمة، الخطباء، النجباء، السادة الحضور، المنشدين الذين هاموا بقلوبنا إلى الحضرة الشريفة، فأقول مخاتما: أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على هذا الجمع بجاه صاحب الذكرى فتوح العارفين، وأن يجعلنا وإياكم من خلص المحبين، وأن ينفع بكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأقول لكل من كان سببا في هذا الجمع جزاكم الله عنا كل خير، وعمر قلوبكم وبيوتكم بمحبة الله ومحبة رسول الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شدية غناء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء. دائما اذكر من الذرة إلى المجرة، حبيب القلب صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.